ازيكم عاملين ايه؟ النهارده مع بعض هنعمل كرة البومبوم او كرة الصوف. زي ما انتم شايفين باسهل طريقه، مش هتاخد مننا وقت. هي في طرق كتير جدا جدا ان احنا نعمل بيها كرة الصوف او كرة البومبوم، بس النهارده هنعملها باسهل طريقه ممكنه. وفي نفس الوقت في الفيديوهات التانية ان شاء الله هوريكم بقيه الطرق، علشان اللي حاسس انه برده ممكن يعملها بطريقه تانية، طريقه غير دي، في اي طريقه تريحه غير الطريقه دي، هكون معاكم بكل الطرق في الفيديوهات. بس قبل ما نبتدي الفيديو بفكركم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كرة البومبوم بتاع النهارده هتعتمد على إيدينا، إن إحنا هنلف الخيط على الإيد، تمام؟ دي أسهل طريقة ممكن نعمل بيها خيط البومبوم. مش هتاخد مننا وقت وهنعرف نضبطها بالشكل اللي أنتم شايفينه. إيه الفكرة في كرة البومبوم لمّا أعملها بإيدي؟ شايفين آدي مقاس، آدي مقاس، آدي مقاس، وال3 أنا عملتهم بإيدي، ما استعملتش أي أداة، أي كرتونة، أي حاجة. كل اللي أنا باعمله إن أنا باستعمل يا إما بالِف على صباعين، بالِف على 3، بالِف على 4، تمام؟ عدد اللفات اللي أنا هالفها، هالِف مثلًا لو أنا هاعمل على صباعين أو على 3 هالِف 50 لفة بالخيط. لو هاعملها على 4، لإن كل ما أزوّد اللفة بتاع الخيط هيبتدي السمك بتاع البومبوم أو سمك الكورة هتقل، فهاحس إن أنا شكلها وِحِش أوي، فهاضطر أفضل أقص عشان أطلّع الشكل المدوّر ده. فهاعمل إيه؟ زي ما قُلنا، لو هالفّها على 2 هالفّها على 3 هيبقوا 50 لفة، لكن لمّا آجي ألفّها على 4 هاعملها 70 أو هاعملها 100. ولكن أنا ما باحبش أكتّر أوي في لفّات الخيط، لإن هي في الآخر يعني زي بتخلّص معايا خيط أو بتهلك معايا خيط كتير. أنا هاعملها بطريقة شيك وطريقة سهلة، ولكن هاحاول إن أنا ما أزوّدش أوي فكرة إن أنا أستعمل خيط كتير أوي يعني. حابة أعمل معاكم فيديو النهارده المقاس الوسط من كرة الصوف أو كرة البومبوم. ليه؟ لإن هو المقاس اللي هاستعمله في معظم أعمال الكروشيه، في معظم أعمال الهاند ميد. فحابة أعمل معاكم المقاس الوسط. أنا هاجيب أول الخيط معايا، تمام، وهابتدي ألفّه. بس هافكّركم لمّا نيجي نلِف الخيط أنا مش باتخانق مع الخيط، أنا مش هاشِد، مش هافضل أشِد جامد، أنا لمجرد إن أنا بالِفّه بالراحة، تمام. أحاول إن أنا أوزّع إيدي، ما اوزّعهاش أوي، ولكن يبقى يعني مش خانقين على بعض، مش طالعين على بعض، بحيث إن هي تبقى برضه مضبوطة ومتساوية لمّا آجي أطلّعها من إيدي. وزي ما قُلت لكم أنا مش باشِد الخيط، لإن أنا لو شدّيت الخيط جامد هالاقي إن لمّا هاجي أطلّعه هيضايقني وكل اللفة اللي أنا عاملاها باظت منّي، تمام. فأنا هاعِد 50 لفة معاكم، هاسرّع بس الفيديو علشان ما ياخدش وقت طويل وعلشان نعرف نعملها ونخلّصها بسرعة. فأنا هالِف معاكم دلوقتي ال50 لفة. أنا دلوقتي رجعت لكم بعد ما خلّصت ال50 لفة. حابين بقى نعمل إيه؟ هنبعد بقى الخيط ده على جنب، تمام، وهنقص بعد ال50 هاقص الخيط الزيادة. أنا دلوقتي قصيت الخيط الزيادة وبالراحة هابتدي أطلّع اللفة من إيدي. أنا مش باحارب، بالراحة خالص، أنا عايزاها تطلع شكلها زي ما هي مضبوط، تمام. طلعت بمنتهى السهولة لإن أنا ما كنتش باتخانق مع الخيط، أنا بالراحة جدًا بالِف الخيط على إيدي عشان أعمل الدورية. هاعمل إيه دلوقتي؟ هاخد جزء مش كبير من الخيط عشان أبتدي أأمِّن بيه الدورية علشان أبتدي أقطّعها، تمام. فأنا هاخد جزء مش كبير، أنا كده خلاص مش محتاجة اللفة تاني. معايا الجزء ده هابتدي أعمل إيه، هاحطه تحت وأحط عليه الخيط اللي أنا لافاه كده، تمام. هابتدي عايزة أعمل بقى إيه العقدة اللي هتخلّي لي الخيط منقسم لنصين علشان أبتدي أكوّن شكل البومبوم أو شكل كرة الصوف. هاعمل أول عقدة وأحاول إن أنا أوسطنها في النُص بين الاتنين دول، تمام. هاقسّمها بالنُص متساوي. لمّا آجي أعقد أنا هاعقد عقدة أهو، تمام. طيب العقدة دي لو حاولت أعمل عقدة عليها من فوق زي ما هي مش هاعرف أمسكها كويس، ومهما حاولت أحكمها مش هاحكمها. فهاعمل إيه، أنا عقدت عقدة، هابتدي أقلبها الناحية التانية، تمام، وعلى العقدة اللي أنا عاملاها هاعمل عقدة تانية كده، تمام. فلمّا أعملها من الناحية التانية وابتدي أعقدها، ابتدت تمسك نفسها جامد، تمام، وما فكِّتش معايا. بس كتأمين للكورة أو للشغل هابتدي إن أنا أعمل واحدة تاني كده، تمام. أنا كده أمِّنت. أنا ممكن أقلل بس من طول الخيط لمجرد إن هو ما يضايقنيش لمّا آجي أعمل بقى الكورة. أنا كده باقلل من طول الخيط، بس كده شِلت الزيادات. ومعايا دلوقتي الكورة هابتدي أعمل إيه، شايفين هي في النُص في الفراغات دي، هابتدي إن أنا أقطّعها وبالراحة خالص برضه، أنا مش مستعجلة، شوية، شوية هتعرفي تعمليهم كلّهم على بعض. معاكِ مقص أكبر، تمام. أنا ممكن أستعمل برضه مقص كبير، الأسهل ليكِ في الشغل اعمليه. فتابعوا معايا، هاسرّع الفيديو برضه عشان ما ياخدش وقت. هاكون قطّعت كل اللي موجود ده هنا، من هنا ومن هنا، تابعوني. ورجعت لكم تاني بعد ما قصّيت كلّه، تمام. عندي كده الكورة قبل ما ابتدي أضبّطها. طيب هاعمل إيه، قبل ما ابتدي أكوّرها بإيدي عشان تعمل شكل الكورة دي وابتدي أضبّطها، هاعمل حاجة، هابتدي أقص كل الزيادات اللي أنتم شايفينها دي، مقص صغير، مقص كبير، الأسهل ليكم. شايفين كل الزيادات دي؟ وما تقلقوش الكورة مش هتبوظ كل ما قلّلته، بالعكس ده هيطلع شكلها أحلى.
يعني أنا كمان ما حبيتش أهدر أوي من الخيط هنا، فحبيت إن أنا أخلّيها يعني جميلة وكبيرة، لكن لو فضلت أقلل منها ما فيش أي مشكلة خالص، بالعكس هيبقى شكلها أحلى. فهنا أبتدي أقلل لغاية ما أحاول إن أنا أساوي ما يبقاش فيه أي خيط أطول من التاني، تمام. طيب بقدر الإمكان أنا حاولت دلوقتي إن ما يبقاش في حاجة بارزة أو نافرة، هابتدي أعمل إيه، هامسكها بإيدي وابتدي أكورها كده، أكورها بإيدي كده، تمام. أنا دلوقتي عندي كورة، أعملها كده، تمام. هابتدي أعمل إيه، هالاقيها إن هي مفرفرة من كل حتة كده، فهابتدي إن أنا أضبطها بالمقص، كل الزيادات دي أضبطها بالمقص. أنا بس شكلتها كورة علشان أبتدي أفهم هاشتغل إزاي، أعرف شكلها إيه البايظ، إيه اللي محتاج يتصلح، وابتدي أضبطها. أكور، تمام، وابتدي أعالج بقى أي حاجة مش مضبوطة فيها، مقص صغير مقص كبير، إيه الأريح لكم. أنا أحيانًا مقص كبير بينجز، أحيانًا مقص صغير بينجز، المهم إن أنا بيبقى معايا الاتنين علشان أضبط الدنيا. نكور وأبص كده من بعيد إيه المشكلة فين، تمام، وابتدي أقصها. زي ما قلت لكم كل ما نصغر كل ما تحس إن شكلها أحلى، فما تقلقوش إنه يا لهوي أنا قصيت جزء كبير، لأ، بالعكس ده هيبقى شكلها أجمل وهتبقى متساوية أكتر، ولكن الفكرة إن الواحد ما بيحبش يهدر في الخيط أوي، فبيحبها كبيرة على مقاسها زي ما هي، تمام. ولكن فكرة إن المقاس مش مشكلة أوي بالنسبة لِك، أقدر أقلل منها، أقدر أقلل منها لغاية ما أحصل على الشكل اللي أنا عايزاه. أفضل أعمل كده لغاية ما أحس إنه تمام، ما فيش أي حاجة مضايقة عيني وشكلها حلو. أنا كده عملت معاكم كورة البومبوم، تمام، زي ما أنتم شايفين ده المقاس اللي هو الوسط زي ما قُلت لكم، ممكن يكون أحيانًا الخيط لمّا بيكون سمكه أتخن شوية هيطلّع معايا كورة أكبر شوية، تمام، ولكن زي ما قُلت لكم هُم 3 مقاسات، أنا حابة أفكّركم بس في آخر الفيديو إن هُم 3 مقاسات، مقاس بصباعين، مقاس ب3، مقاس ب4، ولكن أول مقاسين اللي هو على اللفة على 2 لفة على 3 هالفّهم 50 لفة بس، ولكن في الرابعة هالِف 70 لفة علشان لمّا أزوّد الدوران بتاع الخيط هيبتدي إن هو يخلّي معايا البومبوم تبقى فاضية، فهاضطر إن أنا أفضل أقُص فيها لغاية ما أحصل على دورية يعني يكون شكلها حلو، فهتكون صغيّرة تاني وارجع للمقاس الوسط أو المقاس الصغيّر، تمام. دي كانت الحلقة بتاع النهارده أو فيديو النهارده، حابة إن أنا في آخر الفيديو أفكّركم إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ده بيشجعني إن أنا أعمل فيديوهات